انا بقول لك يا حمار يا بتاع يا اللي كاتب لي بتاع ابن امن الدوله ده، انت حمار اصلا. امن دوله بريئه منكم يا زباله. وانتوا حد خرب مصر الا انتوا يا بتوع ابن امن؟ واحد كاتب لي يا جماعه بيقول لي انا ابن امن، شوف الهايف والله العظيم هايف. امن الدوله، امن الدوله امثالنا احنا اللي بنحب البلد. امن الدوله اللي بيقول كلمه الحق عشان ينشي البلد من الوباء اللي فيه. امن الدوله اللي واقف ضد الفاسدين والحراميه اللي بيسرقوا الشعب وقتلوا وبيقتلوا في الشعب بالبطيء بيموتوه من الجوع. امن الدوله اللي بيحمي اهله وناسه من الظلم والافتراء عليهم. هو ده امن الدوله اللي ما يبيعش ارضه وماله عدوه الابدي اللي ربنا سبحانه وتعالى، مش انا ياد اللي قلت عليه، ده ربنا اللي قال عن عدوك الابدي. هم دول ياد امن الدوله. مش امن الدوله امثالك يا شرذمه اللي طالع تقول لي احنا ابن مصر بقى. انا مش ابن امن، انا ابن مصر، انا ابن مصر. يالا يا جاهل انت وامن الدوله بتاعتكم مصيبه، وحد خرب مصر الا انتوا يا بتوع امن الدوله يا مزورين يا ملفقين. يا اللي ضيعتوا مصر وخربتوها وقاعدين لي في التكييفات. دوركم في ايه يا امن ده؟ طب روح يا غلط شطر يا بتاع امن الدوله على الناس على اللي خدوا محور في الالديفيا كده. روح يا اهبل يا بتاع امن الدوله تشطر عليه وكده. روح تشطر يا كده على الشعب اللي مش لاقي ياكل كده، هات له حق. روح تشطر يالا على اللي سرقوا مصر ونهبوها. روح تشطر على العصابه الصهيونيه، على اليهود اللي اشتروا مصر كلها. وانت خدام يا بتاع امن الدوله عند اليهود دلوقتي، والله العظيم خدامين عندهم. وانتوا مش فارق معاكم تخش اليهود، تخش عزرائيل الموت يخش، انتوا مش فارق معاكم زي ما انتوا قلتوا قبل كده. وقلتوا زمان ايه؟ قلتوا ايه؟ قلتوا عادي احنا كده ظباط. يا بتوع ما الداخليه بلطجيه كلها معروف. ما انتوا فرع من فروع البلطجه برضه. يعني امن الدوله دي فرع من فروع البلطجه. اقسم بالله اللي طالع الهايف يقول لي انا ابن ياد عيب ياد اقول انا ابن مصر. يعني انا شرف ليا يا جماعه انا اقول ابن مصر، انا ابن الوطن، انا ابن الشعب ده. هو ده اللي اقوله، مش ابن امن الدوله. ده عليكم وعلى امن الدوله بتاعتك هتقول قرف. المهم نعود لكلامنا تاني يا رجاله بعد اذن حضراتكم. يعني احنا يبقى احنا كده ان شاء الله رب العالمين هنعود تاني. لا يا حبيبي بص بقى، انت هتتكلم انا مش هوجع قلبي معاك عشان انتوا تقول لي عشان ايه؟ عشان مزورين، عشان الفساد مالي مصر، عشان ما بيجوش اللي على الغلابه. اطلع كده بقى يا بتاع امن الدوله انت اتشطر على البلطجيه والحراميه اللي سارقين مصر وسارقين اراضي الدوله وسارقين املاك الدوله. ما تجيش على الناس الغلابه تعمل عليهم راجل. اعمل راجل على الناس العتاوله تجار المخدرات. هو ده مش امن دوله بيدمروا شباب مصر؟ هو شباب مصر ده مش امن الدوله؟ سايبينهم ليه؟ تجار السلاح يالا مش امن دوله يالا. هو في بيت ياب في مصر ما فيهوش من 3-4 حتت سلاح؟ ولا انتوا تطلعوا عيل ماسك فرد كده محل الصنع تجروا وراه يا انت وهو وتقولوا ده احنا مسكنا سلاح، والناس اللي معاها البنادق الالي والطبنجات ال9 مللي. يا بتاع امن الدوله يا هايف، كتك القرف عليك وعلى هيافتك هايفين. هيقول لك ما هو من ايه يا ابني؟ يا ابني البلد باظت الا منكم والفساد كتر الا منكم. بتطبق قانون على مين؟ اللي على الغلبان. خلي كده البلطجي والصايع كده ده بيحركوا بالتليفون يالا. البلطجيه بتوع مصر اللي هم عاملين كبار وقاعدين في اماكنهم ويقول لك احنا بنحكم بين الناس، شويه الصيع الواطيه والواطيين ولاد الواطيين. احنا بنحكم وعاملين كده. كتك القرف بيحركك بالتليفون ياض عشان بيديك فلوس مخدرات وسلاح وسرقه وتجاره الاثار يا بتاع امن الدوله. بتتاجر يا في الاثار. 3/4 بتوع ضباط امن الدوله بيشتغلوا في الاثار قسما بالله عن طريق ناس من امن الدوله نفسها الوطنيين بقى اللي بيحبوا مصر. اشتغلوا في الاثار يا هايف يا بتاع امن. يلا طالع تقول لي من الاجهزه الامنيه هو حد ضايع مصر الا انتوا؟ الامن هو الشعب، الامن الوطني اللي بيحب البلد دي، الامن اللي بيقول الكلام اللي انا بقوله. هو ده اللي عايز بلده تبقى كويسه يا هايف يا تافه. فتدخلوا لحساب ان شاء الله باذن الله. عامه يا جماعه انا اسف خرجت بره الحلقه عشان الاهبل ده اللي داخل عمال يتكلم اللي بيقول لك انا ابن قول انا ابن مصر، ابن الوطن، ابن حب بلدي، ابن ان انا حاسس باللي انت بتقوله الفساد اللي كتر والتعليم اللي ضاع. يا بتاع امن الدوله خلوا حصه الالعاب عليها تسقط وتنجح. خليها تسقط وتنجح. المخدرات منتشره. طب فين الانسولين يا بتاع امن الدوله؟ الشعب بيقف طوابير وبيموتوا دلوقتي بتاع السكر. طب الناس مش لاقيه رغيف العيش يا بتاع امن الدوله، فين هو؟ يا بتاع ابن يا فاسدين يا شويه فسده. طبعا يا جماعه طبعا يا جماعه باذن الله رب العالمين، باذن الله رب العالمين انا مش هرد على الاشكال الوسخه دي لان هم هيضيعوا مني. طبعا هم طبعا دي زي ما تقول هي خطه يعني زي التافه اللي طالع بيشتم ابن الكلب الهايف دون المكفي على بطنه والخول
اللي طالع بيشتم طبعا، فدول عايزين يضيعوا الحلقه يشتيمه. فانا طبعا لن نرد على هؤلاء الجراثيم، دول لهم حساب، وحياه امك انت وهو كل واحد له حساب ان شاء الله باذن الله رب العالمين. فطبعا اعود تاني، من هو طبعا ابراهيم العرجاني، ومن هو طبعا ابنه، ان هم ماسكين يعني بيقابلوا وفود دوله تانيه. فطبعا ده سؤال بيطرح نفسه على الساحه. نيجي بعد كده طبعا نتكلم ماذا يفعل هذا البنيامين النتنياهو. هل سيخرج فعلا نتنياهو من محور فيلادلفيا؟ يعني محور فيلادلفيا ده نتنياهو هيخرج منه؟ هل فعلا؟ لا طبعا نتنياهو مش هيخرج منه بالساهل، ولن اليهود المكان اللي بياخدوه ما بيخرجوش منه الا بالعين الحمراء. خلي بالكم يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه، يعني اليهود عامه وبني اسرائيل لن يتركوا مكان وضعوا يدهم عليه الا بالعين الحمراء. لازم، ان دول جماعه تخاف ما تختشيش. خلي بالكم، دول جماعه تخاف ما تختشيش، الناس دي ما تختشيش. لازم يبقى في عين. النهارده اول يوم اني انا بحيي طبعا السيد رئيس اركان حرب القوات المسلحه المصريه، الراجل المحترم الذي طبعا خرج في زياره مفاجاه. الفريق رئيس حرب القوات المسلحه المصريه، رئيس اركان حرب القوات المسلحه المصريه الجيش المصري، وراح في زياره مفاجاه عند محور فيلادلفيا ومعبر رفح. هو بيقول هذه الزياره كانت المفروض تبقى من شهور فاتت يا سياده رئيس اركان حرب، ولكن هذه الزياره نحيي حضرتك عليها. هم دول الجيش الوطني والله، يعني هو ده الجيش الوطني، هو ده القوات المسلحه بتاعتنا، احفاد عرابي واحفاد السادات واحفاد عبد الناصر واحفاد من حرروا الارض في 73. فطبعا هو ده جيشنا الوطني اللي عودنا على كده. طبعا الزياره دي بتحمل فتياتها. احنا طبعا بنقدم التحيه تاني للجيش الوطني المصري، بنقدم التحيه لرئيس اركان حرب القوات المسلحه المصريه، بنقدم التحيه لكل افراد الجيش المصري من صف وضباط، من افراد وصف وضباط، يعني الافراد والصف والضباط والجنود. طبعا الجنود دول الطبقه العريضه بنحييهم في الجيش بجميع اسلحه الجيش المصري، بجميع ادارات الجيش المصري الوطني بنحييهم، وعلى راسهم رئيس اركان حرب القوات المسلحه اللي راح النهارده في هذه الزياره المفاجاه الى محور فيلادلفيا، حتى يكون ذلك رساله الى هذه العصابه الصهيونيه اننا موجودون ولن نغادر الا عندما تغادروا هذا المحور، لان هنا اصبحنا اكننا في حاله حرب. يعني احنا هنا اصبحنا اكننا في حاله حرب والله، هنا اكننا اصبحنا طبعا في حاله الحرب دي. وهؤلاء عندما يتواجدوا في هذا المحور، محور فيلادلفيا، المحور ده طبعا اللي موجودون فيه ده طبعا خارج بره اتفاقيه السلام، خارج بره الملاحق بتاعه كامب ديفيد. يعني ملاحق ده كامب ديفيد هم خارجين حتى بعيد عنها. كل ده طبعا ضد السلام في المنطقه. طبعا كل ده ضد جميع الاتفاقيات. طبعا هم غدارين، وطبعا انتوا عارفين اليهود زي ما قلت قبل كده خائنين وغدارين ومغضوب عليهم من الله وناقضين للوعود والعهود. لازم يشوفوا العين الحمراء، لازم يشوفوا العين الحمراء عشان يخرجوا بره هذا المحور. غير كده مش هيخرجوا بره هذا المحور، ويبعدوا عن معبر رفح ويعودوا الى ويسيبوا غزه كلها كمان. يعني لازم يشوفوا العين الحمراء ويتركوا الضفه الغربيه ويعودوا الى الاماكن اللي هم محتلينها، اللي ان شاء الله ستعود يوما ما الى ارضها، الى اهلها في فلسطين. فتحيه الى القائد المصري في الجيش المصري، رئيس اركان حرب القوات المسلحه، على هذه الزياره التي تاخرت والله يا سياده الفريق، ولكن الحمد لله انك قمت حضرتك بهذه الزياره مع رجال الجيش المصري الوطني، في أن تكون هذه رسالة إلى العصابة الصهيونية، العصابة المحتلة لأرضنا فلسطين. الصبر له حدود، أنتم ستجنوا على أنفسكم وستخرجوا من هذا المحور رغما عنكم. هذه الزيارة يا رب توصل لهم بهذه الطريقة وتكون لها من الثمار والنتائج بإذن الله، اللي بنحيي بيها بإذن الله رب العالمين، اللي بنحيي بيها الجيش المصري الوطني. عقبال كده يا سيادة الفريق، وعقبال
امل كل قاده الجيش المصري ان تحرر مصر من الاشكال الضاله من اللصوص والحراميه، وتحاسب كل حرامي، وتحاسب كل لص، وتحاسب كل شكل وسخ عامل فيها نظيف، وبالذات في الاجهزه الامنيه على راسهم وزاره الداخليه الفاسده الحراميه اللي منهم ناس بتطلع تتكلم ولاد الكلب اللي عشقكم يد عشقكم كلها حرام في حرام، عشتهم كلها حرام في حرام، هم واللي قويهم، هم ووزيرهم، هو ومديرين امنهم، هم واللي قاعدين في المراكز واللي اقسام ولاد كلهم عيشه، وهم اساس الفساد اللي في مصر. وان كنتم ما انتوش عارفين الكلام ده يا زباله ابقى اسالوا الناس في الشارع. اخرها ضياء ربيع اللي قتلتوه وقابله خالد سعيد، والله ضياء ربيع هو ارهاصه من ارهاصات ثوره عليكم 25 يناير يا سياده الفريق وسياده اعضاء وسياده افراد وصف وجنود وضباط الجيش المصري. 25 لم تقوم الا على هؤلاء الاوساخ بتوع الداخليه اللصوص والحراميه والفاسدين اللي فسدوا في مصر ودمروا مصر، هؤلاء الزباله اللي قابعين على انفسنا، هؤلاء اللي طبعا مع احترامنا للناس المحترمه اللي في الداخليه المصريه. انا برد على الانسان الجرثومه اللي طالع بيرد عليا بيقول لي الاجهزه الامنيه كلكم شويه فسده، والدليل الفساد انتوا اللي بترعوه وبتحموه وبترعوا البلطجيه وبتحموا البلطجيه وبتحموا الصيع. يا شويه صيع هيتداس على رقبتكم ان شاء الله وهتتحاسبوا. واطلع ياد انت وهو اللي بتقولوا الاجهزه الامنيه بما فيها الداخليه وامن الدوله، اطلعوا ياد اسالوا الناس شو بتحبكم. قسما بالله الناس ما بتقبل تسمع ملفقاتيه وحراميه. ده انت كلكم عيشتكم كلها حرام. تخشوا البيوت تنهبوا الناس اللي فيها وتسرقوا البيوت وتسرقوا الناس وتضربوا. خالد سعيد قتلتوه قامت كان ارهاصه 25 يناير. ضياء ربيع ان شاء الله ارهاصه ثوره الجيش المصري عليكم يا ولاد الكلب انتوا واعضاء الحزب اللاوطني. انتوا بتحموا يا بتوع الامن اللي هو بتوع الاجهزه الامنيه. بيحموا مين؟ بتحموا بتوع الدعاره، بتحموا الحراميه، بتحموا الوزراء المعرضين، بتعملوا شرب الخمره، بتعملوا كل الكلام ده. اما الناس المحترمه تتشطروا عليه. بتعملوا تجار المخدرات، بتعملوا اللي بيبيعوا اثار، بتعملوا اللي دمروا مصر كلها وقضوا عليها، بتعملوا الدعاره وبتعملوا النسوان، بتعملوا كل كباركم المخدرات والفلوس والنسوان. هو ده كباركم يا بتوع الاجهزه الامنيه يا اللي طالع تكلمني يا جرثومه. وهدي امك بالجزمه تاني. افضل اتكلم وهديك وهتاخد بالجزمه وهتاخد على قفاك ان شاء الله يا زباله يا ابن الزباله انت وهو. ده انتوا شويه عيال كلاب كاتكم القرف مصيبه سودة. كل ده طبعا نناشد الجيش الوطني المصري باذن الله ان يخرج عشان يحمي مصر من هؤلاء اللي ما عندهمش دم، اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى يا تافه يا ابن التافه انت وهو. كاتكم مصيبه عليكم وعلى اللي جابكم من كبركم لصغيركم مضيعين مصر وقادره. شفتوا طب يا جماعه اسالكم سؤال، طب شفتوا البجاحه اوسخ من الاوساخ والفاسدين اللي بقول لك عليهم اللي قاعدين موجودين ان هو بيطلعوا بيتكلموا لهم عين زي بتوع الحزب اللاوطني وبتوع الداخليه دول؟ شفتوا بجاحه اوسخ من كده؟ حراميه وفاسدين وقتالين قتله، شوفوا وسارقين والجرائم اللي بيرتكبوها في حق الشعب وفي حق مصر. شفتوا وسخه اكتر؟ طالعين بيشتموا على اسيادهم الاشراف. ده احنا ضفرنا اللي بنطيره يا ولاد الكلب برقبتكم كلها. والله الضفر النظيف، الضفر فيه نظافه وطهاره عنكم. طبعا كل ده يا جماعه مع احترامنا للناس النظيفه اللي موجوده في الداخليه، لان في ناس محترمه بعيده بريئه من الاشكال الوسخه دي اللي ضيعوا مصر. اخرها سرقه. طب تعالى يا بتاع الامن اللي بتكلمني امن الدوله وبتكلمني وبتقول لي بتوع الاجهزه الامنيه وبتاع وحده البحث الجنائي اللي سارقين 4500 جنيه وده دي حاجه بسيطه، واللي بيخشوا يسرقوا البيوت في الذهب والفلوس واللي بيلفقوا القضايا للناس والتليفونات البلطجيه والصيع، الحراميه اللي بتاكلكم الكباب والكفته وبتجيب لكم النسوان وتسهركم بره في الاماكن العامه يا بتاع امن الدوله يا بتاع الامن العام يا بتاع الاجهزه الامنيه. كانت مصيبه. ده انتوا عيشتكم كلها حرام في حرام ومخدرات وخمره ونسوان وبتوع دعاره كمان. يالا اوعى تنسى هذا الكلام ده. ولو انت راجل يا تطلع اطلع اعمل بس وقول انا هاخد راي الشعب المصري بالداخليه. محدش هيدوكم بالجزمه. لسه قاتلين واحد في شارع فيصل يا قتالين قتله يا ولاد الكلب.
ان شاء الله هتتحاسبوا كلكم. انتوا ومين بقى بالبلطجيه اللي عاملين فاتحين بيوتهم عاملين كبار، شويه الصيع بتوعكم. كل دايره من دوائر مركز الخنكه بتاع الاجهزه الامنيه بتاع امن الدوله عاملين لكم 20 30 بلطجي ومعاهم سلاح وعاملين كبار في وسط الناس، ها، وسارقين البلد نهبينها وتجاره مخدرات واثار وسلاح يا اولاد الكلب، وسايبينهم ها يخلصوا لكم مشاكل الناس ويسرقوا في الناس. ها الكبار قال بنحل بين الناس، قال عاملين اللي فيها قال ايه؟ قال ايه؟ محكمين. احنا بنحكم، احنا اوضاع عرفيه يا اولاد الصيع يا زباله. كاتك القرف عليك انت واللي جابك، تستاهل يا رمه عشان تطلع. ولو انت راجل يا اللي بتشتم يا جرثومه يا ابن الجرثومه، ها اطلع كده بقول لك اعمل بس، اطلع يالا، ما انت الاعلام معاك، اطلع اتكلم كده بيقول لهم ايه رايكم عايزين نعمل استفتاء كده، بتحبوا الداخليه؟ محدش بيقبلكم. مع احترامي للناس المحترمه، في مرور حراميه، في اقسام شرطه ومراكز شرطه حراميه، في كل حاجه حراميه. انتوا مش اسياد يالا، انتوا شويه عبيد هتاخدوا على دماغكم. ان شاء الله الوطنيين هيحرروا مصر منكم انتوا بالحزب الوطني اللي قامت والله اللي قامت عليهم ثوره يناير. انتوا الحزب الوطني ووزاره وبتوع الداخليه البلطجيه. فاكر ياد في التحرير ياد كانوا بيقولوا لكم ايه؟ يعني ايه ظابط؟ يعني فشل في الثانويه جاب مجموع 50%. ها يا ولاد الكلب يا فشله يا بلطجيه يا شويه صيع. انتوا واللي انيكوا واللي حاميكوا واللي قويكوا ما زيكم، ما رئيسكم زيكم يا بتاع امن. كانت مصيبه عليكم وعلى اللي جابك. معلش يا جماعه انا حبيت اخرج عشان الزباله اللي كان بيتكلم ده، الزباله